الاطار الوطني بدو الزكي سي بدو. ربما اول سؤال يعني طريقه لعب لاعبي المنتخب الوطني بغض النظر عن النتيجه. واول تنظر المنتخب المغربي ظهر بواحد المستوى اللي هو مشرف، لان ماشي كاع المباريات غادي نربحوهم بثلاثه وربحوهم كذلك بسته، لان كل مباراه وعندها القواعد تاعها وعندها كذلك الظروف ديالها. المنتخب المغربي تنظن نكون استغل دوك الفرص اللي جاوه قبل الاصابه اللي تجدت عليه ضد مزال اللاعب. كنا غنشوفوا مباراه اخرى تنظن 45 دقيقه اللي ضيعنا فرص، وكذلك اللي خلات المنتخب الزيمبابوي يثيق في راسه ويلعب بواحد الحماس زايد فيه، يعني كيوصل حتى للخشونه، خلى بعد حد شويه من الفعاليه تاعنا. لكن في الشوط الثاني بعد تعديل بعض الامور شفنا المنتخب المغربي هو اللي كان حاضر داخل رقعه الملاعب وخلق فرص ورجع في النتيجه وسجل الاصابه ديال الانتصار، وكان بامكانه يضيف اصابات اخرى. على العموم في المستوى فهو تنظن لا باس به، رغم ذلك خصنا نتحسنوا في بعض الامور، وما نساوش لعبنا في 48 ساعه جوج ديال المباريات في واحد المستوى اللي هو عالي. شكرا بدو زكي الناخب الوطني. عوده اليك سمير باش نقولوا في استوديو قناه الرياضيه بمدينه الدار البيضاء.